كانوا بيسمعوني. دلوقتي بحب عبد الحليم. بحب مين؟ عبد الحليم، مش عبد الحليم. عبد الحليم ده حلو. عبد الحليم هي كده. علموا ولادكم، علموا ولادكم كده. اوعى تسمعوني حاجه ثانيه. علموا عمرو دياب. اوعى تخليهم يسمعوا كلام عشان ربنا يحبنا. والله العظيم بجد الكلام الوحش كان سهل جدا نعمله، بس كنا بنشرحنا ربنا. جيلي ولاد اللي انا بعتبره بجد شرف ليا ان انا بهتم بيه، كلهم بيخافوا ربنا في الكلمه. والله العظيم عشان ما يطلعش عندنا اطفال او شباب بتتكلم لغه وحشه او كلام وحش او كره او ضغينه او كلمه. انا سامع حاجات والله زعل. بس انا عايز اقول لهم حاجه، هنكون فين او احنا او اي حد على وجه الارض هيتحاسب، يعني هيتحاسب. فخليكم جدعان. الجمهور المصري طيب واطيب منه مفيش والله، وكريم وجدع ويساعد، ونبقى وحشين لسه في الاول ونلاقيهم يقفوا. يعني اول اغنيه طلعت بيها انا شايف نفسي كان دمي تقيل وعبيط وحاجات مش جدا، مش ما اقدرش اتفرج على نفسي. لما جمهوري قال لك الشارع خايف يكسبك. اهم حاجه بس انت ما قلتش كلمه يشيلك يشيلك. انما اللي شغالين دلوقتي مقضينا الجن اولع فيك ولا نمره براحه ربنا. مفيش في بعد ربنا حاجه. اوعى حد يضحك عليكم، اوعى. بس احنا ما بنضحكش عليكم، في ناس ثانيه عايزه بتضحك عليكم للاسف يعني. واي حد بيخسره ده بيخسر لينا كلنا، يعني لو انتشر ده هتبقى مصيبه، تبقى مصيبه كده. انا بشكركم وبشكر مساندتكم من اول ما طلعنا، اللي موجود من